أهلا وسهلا فيكم متابعينا مشاهدي إذاعة بوير اف ام عبر البث المباشر بوير عربي، أو مستمعينا عبر البث المباشر بوير اف ام برنامج صحتك بالدنيا. وضيفنا هو الدكتور داود بلال أحمد، أخصائي بالأمراض الصدرية. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور داود. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا. السلام. مستمعينا للي حابب ينضم للبرنامج سواء عبر الاتصال الأرضي إذا حدا عنده سؤال 429-101 هو الرقم الأرضي. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي فيكن عبر رسالة فيكن تكتبوا لنا، وطبعا رح نجاوب على الأسئلة بالوقت الأخير من الحلقة عبر الواتساب. عبر الرسالة فيكن تنضموا لنا أيضا. رح يكون موضوعنا اليوم هو عن الربو القصبي، المرض اللي ربما ما فينا نقوله هو شائع كثير، ولكن هو موجود ورح نسلط الضوء عليه. يا ترى شو هو هذا الربو؟ شو الأسباب اللي عم تؤدي لهالمرض هذا؟ شو الأعراض اللي عم تظهر على هذا المريض؟ كثير من الأسئلة رح نسألها نحن وأنتو. مرة تانية رح نرحب بالدكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا دكتور، شو بنعني الربو القصبي؟ يا ترى شو هو؟ أولا مساء الخير للجميع. أستاذ قدمني على أساس طبيب صدرية وقال إني المرض الربو القصبي مرض غير شائع. بالعكس اليوم هو تقريبا بالمركز الأول بالأمراض الصدرية، وخاصة الربو عند الأطفال. الربو كمرض هو مرض التهابي مزمن يتميز بفرط حساسية الجسم، والفرط الحساسية تتظاهر بمرحلتين: مرحلة أولى قصيرة الأمد من 15 ل 30 دقيقة تدوم بعد تعرض الجسم لمؤرج ما، والمرحلة الثانية هي مرحلة الوسطى أو المتأخرة يسموها، تدوم من 6 إلى 8 ساعات. بعدها يتم حدوث إما هجمة أو آفة مزمنة أو تزول الأعراض لوحدها، لأنه الربو عبارة عن مرض عكوس. ما كلمة العكوس تعني أنه بعد استعمال بعض الأدوية يتراجع أو يتراجع لوحده، لا يتطور إلى آفة أخرى مثل أمراض القصبات الأخرى. التهاب القصبات المزمن ممكن أن يؤدي إلى قلب رئوي، ويمكن أن يؤدي إلى فرط توتر رئوي، بينما الربو محدد لذاته. هجماته تتحرض بمؤرجات البرد والمؤرجات البيئية والصناعية، ولكن لا يتطور إلا إلى الربو القصبي. أحيانا في حالات عندما يكون هناك إنتان ثانوي أو إنتان فيروسي أو إنتان طرق تنفسية علوية أو أي كسر معاوضة قلبية، وارد فقط حدوث قصور تنفسي حاد، وممكن أن تؤدي إلى حالات وفاة، ولكن ليس الربو هو السبب. المرض الثانوي هو السبب. الربو كمرض ينقسم إلى قسمان: ربو تحسسي المنشأ أو داخل المنشأ وخارج المنشأ. الربو يلعب في نشوء المرض نوعين من الخلايا في الجسم: خلايا بيتا وخلايا تي. هاي خلايا لمفاوية. المؤرج يؤثر على الخليتين، ينفرز أجسام نحن نسميها طبيا انترلوكين 3 4 5. هدول ينشطوا مواد بالجسم اسمها اللوكاترين والهستامين والبروستوغلاندين. هالمواد مهمتها مواد نشطة بيولوجية نحن نسميها، تؤدي إلى نشوء الآلية الأمراضية في الربو. الآلية الأمراضية في الربو إلى 3 مناحي. المنحى الأول عبارة عن تضيق بالطرق التنفسية أو القصبات. هالتضيق أما يكون بنتيجة تشنج قصبي، أو يكون بسبب فرط بالتوعية، أو بتراكم المخاط داخل القصبة. هذا المنحى الأول. المنحى الثاني هو تنشيط الالتهاب بالخلايا الالتهابية. والمنحى الثالث هو عبارة عن تغير في الكتلة العضلية وفي الغشاء الشبكي المخاطي للقصبة نتيجة هالمؤرجات.
هي كآلية إمراضية وتعريف للربو، قلنا مرض التهابي مزمن يتميز بفرط حساسية الجسم. تماما. في شيء بدي أعقب عليه بعدين يعني نوضحه للمستمعين. بيجوا لعنا على العيادة مريض تقول له أنت معك تحسس قصبي عادي، مريض ما بيتفاعل على هالموضوع، بينما بس تقول له ربو بقع بأرضه. والربو هو عبارة عن مرض تحسسي، يعني ما في فرق. تماما. الفرق مو كبير بيناتهم. هو نفسه كتعريفا فرط حساسية الجسم هو الربو. بالضبط. ليش يخافوا من كلمة ربو ما بعرف. أيوة. وبعدين في شغلة تانية كمان بدي أعقب عليها ولو هي بآخر الموضوع لازم يكون. نعم. تماما. مريضنا كتير يخاف من شيء اسمه بخاخ. نعم. البخاخ يا دكتور، البخاخ ينشف القصبة يا دكتور. البخاخ له تأثيرات جانبية ما راح نقول ماله، ولكن هو أقل ضررا على جسم الإنسان تماما من الأدوية الأخرى. تماما. كونه استنشاقي يعني ما نوع علاج وريدي أو أي يعني شيء تاني. بدراسات العالمية الاستنشاقي له تأثيرات جانبية ولكن تأثيراته أقل خفيفة من الأدوية الثانية. يعني أنا بدي أخذ كورتيزون إنشاقي ممكن يساوي لي شوية فطر بالفم، ممكن يساوي بدانة خفيفة، ولكن لا يؤثر على ما يساوي شعرانية، ما يؤثر على الكلس بالجسم. إذا المريض كان واعي شوي، إذا أخذوا عبر حجرة أو تمضمض بمي وملح يمكن آفات الفم كمان ما تطلع، ما يأثر على أسنان. بينما تأخذ جرعة كورتيزون ممكن تؤديك إلى داء كوشنج دوائي. وارد. نعم. إذا استعملته بطريقة خطأ. دكتور أكيد رح نضطر على هالملاحظات طبعا. هاي أكيد بشكل موسع لحين السؤال هو نفسه الأسباب. دائما بأي مرض ما دكتور بنتوجه للأسباب. يا ترى شو هي الأسباب اللي تؤدي لتشكل هذا المرض؟ يا ترى هل هي في إلى أسباب معينة، ظروف معينة على حتى يتشكل هذا المرض عند سواء كان الطفل أو كبير أو بالغ؟ شو الأسباب اللي تؤدي لتشكل هذا المرض؟ طبعا قبل كل شيء نقول الربو منو هالمرض المكتسب لوحده. الآلية الوراثية هي المتهم الأول. المتهم الثاني خاصة عند الأطفال المرأة المدخن. نعم. الآفات المرأة اللي بيصير معها ربو، في شيء اسمه عندنا ربو حملي. بالثلث الثاني والثالث من الحمل يصير شيء اسمه ربو حملي عند المرأة. نعم. وارد تعطي لهالطفل، وارد تدخين المرأة قلنا، وارد تعرض لمؤرجات غبار دخان، غبار الطلع، عدة البيت، هدول كلهم مؤرجات ممكن انه يؤدوا للربو. ولكن الآلية الوراثية نعم والآلية المكتسبة في المجتمع مثل عمال هدول بالصدارة. هلا بدنا نحكي شوي عند الربو عند الأطفال، لأني مفهوم الربو عند الأطفال شوي متغير عند الكبار، وطريقة تشخيصه أصعب شوي. نعم. لأن الكبير بيجيك بأعراض ربوية، ممكن تسأل الكبير عن الأعراض يجاوبك، ممكن تساوي له وظائف رئة، تساوي له اختبارات تحسس بالضبط. توصل للتشخيص. بينما الطفل شوي صعب عنده. لهيك عند الطفل لازم يكون للتشخيص أول شيء لازم يكون عندي وزيز بصدر الطفل أكثر من مرة بالشهر. مو إنه أول مرة إجاني طفل ولا صدره عم يصفر عليه يا دكتور معه ربو عبر السماعة هاي. عبر السماعة هاي واحد. السعال الليلي بحيث ما يكون عندي انتان تنفسي أو نزلة برد تماما مرافقة، يعني يجب هذا السبب يعني. طبعا يجب نفيه. وجود وزيز فصلي، يعني مثلا أنا عندي بفصل الربيع سيزون يعني نحن نسميه بالضبط. فصل الربيع الوزيز يزداد تواتره عند الطفل، وكل يومين والثالث عنده وزيز يا دكتور. حلو. ما انه لمرة واحدة اجاني والله معناته ربو. حالة عرضية. الأعراض هاي تستمر بعد سن 3، لأنه قبل سن 3 ما نقدر نقول انه هذا ربو من أول مرة. هاي راح بأعمار المدرسة
لازم يكون عندي وزيز متكرر. طبعا عمر المدرسة هو أكثر، 85% من مرضى الربو الأطفال بعمر المدرسة يكونوا، و15% بالأعمار الصغيرة لأسباب معينة طبعا. لازم يكون متوفر 3 شغلات عندي. الشغلة الأولى الأعراض اللي حكيتها، الوزيز والسعال وضيق النفس. الشغلة الثانية وجود قصة تحسس انفي، تحسس جلد، إكزيما عند الطفل. أيوة. الشغلة الثالثة وجود قصة عائلية للتحسس. لازم يكون عندي 2 من 3 من هدول مع فحص الطفل. هداك اليوم بقول هذا الطفل عنده ربو قصبي. نعم. الربو القصبي عند الأطفال الأكثر من 5 سنوات وارد تشخيصه بآليات معينة، ولكن في شيء اسمه عندي وزيز عابر. طبعا تماما. الوزيز ما هو الوزيز؟ الوزيز هو المميز للربو. عندي ثلاثي، الصوت اللي عم يصدر طبعا من الصدر. طبعا عندي ثلاثي سعال، ضيق نفس، والثالث وزيز. نعم. والنسب عند الكبار. نعم. عندي الوزيز 35%، السعال 24%، ضيق النفس 29%. إذن العرض الأكثر شيوعا هو الوزيز. ولكن ليس كل وزيز هو ربو. نعم. لأنه في عندي وزيز عابر وزيز دائم. الوزيز العابر عادة نلاقيه بعمر قبل 3 سنوات. حلو. طفل عمره سنة، ممكن يكون انتان فيروسي، ممكن يكون انتان قصبي بأي سبب ما. نعم. طبعا ومثل ما حكينا بعمر 3 سنوات المرأة المدخن، نركز على تدخين المرأة وهي حامل. نعم. شو اسمه الفواصل اللي نحكيها انه الوزيز لازم يدوم بعد عمر 3 سنوات لنقول عنه دائم. تماما. الوزيز اللي يزول بعد عمر 3 سنوات هذا مو ربو. تماما. وجود قلنا في شيء عندنا اتوبيك ونون اتوبيك، يعني داخلي وخارجي. ربو داخلي المنشأ وخارج المنشأ. الربو الخارجي المنشأ عادة بعد سن المدرسة يزول. داخل المنشأ يدوم لعمر 12 سنة، وأحيانا لعمر البلوغ 16 سنة ويزول. مثلا دكتور شو لو نوضح مثلا شو يعني الداخلي أو الخارجي أو بعمر المدرسة؟ الداخلي كل شيء يترافق مع آلية تحسسية اللي قلت لك، وجود الإكزيما، وجود قصة عائلية. نعم. وجود التهاب انف تحسسي. نعم. التهاب عين تحسسي. ويترافق كمان في عندي الداخلي شيء تحليل اسمه IgE، هذا إيمونوغلوبولين E، هذا يكون بالداخل المنشأ مرتفع، بالخارجي هذا ما يتأثر. تمام. هدول هن الداخلي. والخارجي كل ما هو عكس هالشيء. تماما. وهو مكتسب، يعني خلينا نقول مكتسب. تماما. بس عند الطفل المكتسب هو التالي لا انتان فيروسي. انتان فيروسي هذا هو عمر المحيط اللي حواليه يعني. طبعا. تمام. نجي تفضل دكتور. عفوا. نجي لشيء اسمه تشخيص الربو. نعم. الربو قلنا ثلاثي أعراض، ولكن في أعراض أخرى كمان. يعني أنا عندي وزيز، ضيق نفس، سعال، هاي الثلاثي. وارد يكون في عنده ألم صدري، وارد يكون عنده سيلان انفي، جفاف انف، احمرار عينين، حكة اذن. هدول اعراض ثانوية نسبتها قليلة ما ناخدها. اجينا مريض بدنا نشخص له ربو. طبعا بالاول السؤال راح يكون عن القصة العائلية. نعم. 2 الوراثية طبعا. نعم. 2 الاعراض. 3 نجي في عنا شيء اسمه اختبار وظائف الرئة. حلو. اختبار وظائف الرئة قبل عمر 5 سنوات الطفل ما يعرف يساويه، صعب يكون متعاون. هذا بده يكون اختباره على الأغلب سريري، تشخيصه سريري. نعم. نجي على وظائف الرئة بعد سن 5 سنوات. الجهاز طبعا له آلية معينة يطالع لي قيم. القيم هي عبارة عن FEV1 نحن نسميها. هاي إذا كانت ناقصة وعلامة تفنو ناقصة مع وجود الأعراض، هذا يشخص عندي ربو قصبي. نحن نرجع على كلمة حكيناها إنه عكوس. كلمة العكوس هون تتبلش معنا. إجاني مريض بدي أثبت إنه الربو عنده عكوس، هذا مو التهاب قصبات. هو قاعد سويت له وظائف الرئة طلع عنده 60% لنفرض. بخيت له بختين من هالبخاخ السلبوتامول اللي عندي، وبعد 10 دقائق سويت هالاختبار.
شفت ارتفع الاف اي في 1 12% فما فوق. ارتفع معناته هذا عكوس، هذا ربو 100%، واثبت اختبار العكوسية هالشي. في شيء ما حكيناه كمان، في شيء اسمه ربو جهدي. تماما. الربو الجهدي هذا خاصة عند الرياضيين نلاقيه. واحد قام بجهد معين يا دكتور أنا عم منزل مثلا عم مركض 200 متر يضيق نفسي تماما، عم بسعل وعم يجيني صوت صفير من صدري بالضبط. هذا في شيء اسمه اختبار الركض ل6 دقائق. أيوة. نفس هالاختبار اللي نحن نساويه، بدل ما بدي اساوي له وظائف رئة قبل نعم. اركضه 6 دقائق، طبعا اذا ما كان وضعه حرج يتحمل الركض، وارجعه واساوي له هالاختبار. ان كان الاختبار اكثر من 12% بعد نزل طبعا بعد الركض 12%، معناته هذا المريض ربو جهدي. ان ارتفع أكثر من 12% بعد ما عطيته السلبوتامول بعد الركض، معناته هذا يثبت لي العكوسية. تمام دكتور. هلا ذكرنا آلية التشخيص عندكم بالعيادة أو بمركز معين ما أو بمشفى معين عبر أجهزة معينة. هلا دائما سواء كان طفل أو كان المريض هو كبير بالعمر رح تكون في له أعراض، ونحن عندنا مثل ما بتعرف انه ثقافة او الوعي الطبي ربما عنا قليل. بتلاقي طفل مهمل نتيجة وعي الوالدة او الابوين عنده وصل لمراحل متأزمة بهالحالة هاي. يا ترى كيف لحتى هو برنامجنا هو هدفنا هو توعية بالضبط، فعبر هالمنبر هذا عبر إذاعتنا حابين انه المستمعين سواء الوالدين يعني لحتى يعرفوا انه هذا الطفل عنده نقطة بدك تسلط الضوء عليها، بدك تحكي يعني بدك تاخده عند الطبيب. شو هي الأعراض اللي بتظهر على هذا الطفل لحتى نشك انه هذا ربما معه ربو؟ في أعراض معينة. هلا نحن حكينا كلمة انه الأعراض كلها حكيناها، ولكن كلمة انه تكرار الوزيز تماما عند الطفل نعم. بدون آفة التهابية مرافقة نعم. بدون التهاب طرق تنفسية علوية، هاي واحد. طفل ما تسأل والدته عنده حرارة، عنده قريب شغلة، لا والله سعال وضيق نفس وعم يصفر صدره. حلو. هاي واحد. 2 عندي هالطفل وعنده أعراض والدية أو عنده أخ أو عنده خال عنده أعراض وراثية. 3 أجي على بيئته اللي عايش فيها، هل هو على احتكاك مع حيوانات معينة، عدة البيت، غبار، مدخنين بالبيت مرتفعة. رطوبة مرتفعة. هل أعراض إذا اقترنت مع تكرار الوزيز ووجود هدول، هذا يراجع طبيب أطفال مختص أو طبيب صدرية يشخص له، وبده هذا الطفل في إمكانية ربو الأطفال يعالج ويطيب المريض نسبة تفوق 70% يطيب. بينما الطفل اللي اجتاز عمره 16 سنة عادة لا شفاء من هالداء، تيضل رفيقه مدى عمره. تيجي بهجمات، هجمة بسبب إنتان، هجمة بسبب تعرض لمؤرج معين، ممكن يقعد مع رفقاته بالغرفة يدخنوا سيجارتين، تجي هجمة، أو عصب تجي هجمة، طلع رياضة، شدة نفسية ممكن. هالطفل ما أخليه يوصل لهالمرحلة، والعلاج طويل الأمد. ما أنه والله عطيته يا دكتور بخاخ 2 شهرين وعطيته فلان دواء ومشي حاله وما عضل، ممكن يضل سنة ونص ما تجي هجمة، وبعد 1.5 سنة ترجع له الهجمة. هذا بده علاج داعم دائم لبين. طبعا نحن العلاج في شيء بالعلاج اسمه ستيب اب وستيب داون، يعني نطلع لفوق، يعني نرفع من جرعة الدواء او ننزل من جرعة الدواء حسب وضع المريض. يعني كل مريض بده يتعالج 3 أشهر، ما تحسن ترفع الدواء، تحسن 6 أشهر تنزل الدواء. ما يصير خلال يومين مثلا اجاني سويت له جلستين رزاز وعطيته شوية كورتيزون مشي حاله دكتور تركت الدواء. لا، بده ياخد الدواء 6 أشهر، بعد 6 أشهر يساوي وظائف رئة، تحسنت وظائف الرئة تتبلش تنزل حسب المخطط اللي عندك، تتنزل. طبعا الطبيب
ينزل من جرعة الدواء الفلاني أو يحذف الدواء الفلاني. هذا كعلاج، وخاصة عند الأطفال مهم علاج الأطفال أكثر. الكبار كمان طبعا لازمون علاج، ولكن هدف العلاج عند الكبار أولا تباعد بين الهجمات، بدل ما تجي هجمة كل شهر تصير تجيك هجمة كل 3 شهور. هاي واحد. إعطاء الوقائيات هي أهم شيء. بعدين ممكن إعطاء لقاحات. الرابعا في شيء اسمه اختبارات تحسسية جلدية، نحن ما عنا إياها. هي لقاحات بالقامشلي ما في، بالشام كانت موجودة طبعا. كعلاج نبلش بالإبعاد بين الهجمات والوقاية. يعني مريض الوقاية عدم الاختلاط مع مرضى ناقصي المناعة وعندهم قريب، لأنه هدول قريبهم انتهازي، هذا بيخوف. منطقة فيها رطوبة ما بروح، لا فيها تدخين ما بروح. منطقة فيها حيوانات، الأكثر عنا الغنم والقطط والكلاب. عدة البيت، ست البيت لازم تكون على دراية بتنظيف بيتها مشان أطفالها طبعا. فصل الربيع خاصة مناطق زرع، خاصة عندنا بالبلد الكمون. زرع الكمون واليانسون وشغلات هيك، النباتات العطرية خلينا نقول. بعدين في شيء منامة الطفل أو الكبير حتى. فرشة الصوف والحاف الصوف ومخدة الصوف نحن ما ننصح فيهم. يتحولوا هدول إما لقطن أو سفنج اللي هو. التدخين لا إله ولا التدخين السلبي طبعا. الأكل المقلي، أولا رائحة القلي والأكل المقلي ممنوع. كل شيء يؤدي لحدوث حموضة في المعدة، لأنه حموضة المعدة تثير هجمات ربوية. يعني مثلا الإكثار من الحلويات، يأكل حلو قطعة حلو بس كتر من الحلو صار معه حموضة. هالحموضة سوت له هجمة ربو. الحد في شيء أنا بالأول بحطه عادة، لأنه عنا كتير يستعملوه، بزر عباد الشمس. بزر عباد الشمس هذا زيتنا المقلي كله منه. البزر ما عم ياكلوا ني، عم يتحمص، وهذا الزيت المحمص عم ياكله. بتشوف اسأل كل مريض ربو امبارح اكلت بزر بيقول لك ايه، وجاك اليوم بهجمة ربو. هذا راح. الشوكولاتة ايضا الاكثار منها غلط. الليمون اذا انتم ما بتمنعوها؟ لا الاكثر ياكل له شوي بس ما يكتر، جرعات خفيفة. الليمون الحامض لا، بينما يجيب لي ليمون لازمني لفيتامين سي. خليه يغلي الليمون ويحط له سكر ويشرب، ما في مشكلة، بس ما ياكله حامض لأنه هالحامض يأثر على حموضة يخرش. هذا راح. بدي في شغلة كمان أنوه له وبعدين تسألني أستاذ. في شيء اسمه لقاحات إنفلونزا ولقاح مكورات رئوية. لقاح الإنفلونزا يعطى سنويا ببداية شهر الشتاء لمنع حدوث إنتان تنفسي علوي أو قريب. هذا ينصح به لكل شخص فوق 65 سنة مع آفة مزمنة. وكتير من مرضى الأطفال اللي يتكرروا عندهم الإنتانات السنوية نعطيهم. ولقاح وهدول اللي شايلين طحال ومرضى قصور الكلية اللي يترافق مع ربو طبعا. ولقاح المكورات الرئوية نعطيه كل 5 سنوات مرة، خوفا من زوات الرئة اللي بتسيء وضع مريض الربو. تمام. إذا في كتير هو بصراحة صحيح عنوان الحلقة صغير ولكن متشعب، في كتير حالات وفي كتير أسباب وفي كتير أمور. لكن ضمن يعني هالحلقة هاي ما فينا كتير نوسع أو نسلط الضوء على المرض هذا. لكن دكتور، اجى المريض لعندكم، شخصتوه، سواء كان هذا تحسس ربو قصبي أو أي شيء ما، كيف بتتعالج يا ترى ببلدنا أو بمنطقتنا حسب إمكانياتنا المتوفرة طبعا؟ بالضبط. يا ترى بيتعالج هذا المريض مثل ما ذكرت قبل شوي إنه في الطفل فينه يتعالج أو يشفي، يعني في له شفاء هذا المرض؟ العلاج متوفر، وشو هن طرق العلاج عندكم؟ طبعا العلاج أولا قلنا الوقاية دوائي، وعلاج حسب اختبارات الجلدية. هلا الأطفال
في نسبة كتير كويسة 60 ل 70% من الأطفال يطيبوا، في نسبة يتحسنوا، في نسبة ما يتحسنوا. نعم. هذا حسب الوضع، حسب العلاج، حسب والدة الطفل اهتمت فيه، تركت العلاج، تابعت أيضا مع الطبيب طبعا يعني. تعاون بين الطبيب والمريض والأهل أكيد. هاي راح العلاج الدوائي. طبعا هذا عندنا العلاج يتم حسب درجة الربو، له درجات معينة طبعا سريريا، ووظائف الرئة هي اللي تقرر المريض بأي درجة موجود. طبعا العلاج 1 2 3 هذا طبعا ما كتير مهم للعامة الشعب، ولكن موجود. الطفل يطيب، الكبير بالعمر خاصة فوق 50 سنة هذا لا شفاء، ولكن الهدف منع حدوث هجمات. علاج دائم طبعا. لا خلينا نقول ادخال المريض في هجوع، في نوم المرض. ممكن هالهجوع نخليه سنة، سنتين، شهر، شهرين. الاختبارات الجلدية الغير متوفرة وارد مريض يطيب، ولكن نسبة من 13 ل 30% فقط. المدروس منها حوالي 32 مادة يتم حقن هالمواد تحت جلد المريض. جلد الساعد طبعا. يشوفوا أي مادة هو عدت البيت. طبعا هاللقاحات مو متوفرة عنا، تجي من برا. ياخذ المريض من سنة ل3 سنوات اللقاحات، نسبة 13 ل 30%. ما تكررت الأعراض عندهم، الدراسة شيء 20 سنة، ولكن الباقي مع ذلك تموا. لأن المدروس من المواد هي وموجود لقاحاتها فقط 32. نعم. الموجود بالطبيعة بآلاف المواد. أكيد. يعني ممكن المريض يطيب من شيء اسمه الحساسية للزيتون، ولكن ضل حساسية الكرز لنفرض، يا حساسية القمح. نعم. يا حساسية، يعني كل المواد ممكن تسبب تحسس لدى غبار المريض. غبار الطلع، نعم. عدة البيت، الكتير شغلات الموجودة. نعم. دكتور، ان العلاج عندكم كأطباء صدري اغلبيته بيكون مثلا، خلينا نفترض انه يا ترى هن حبوب، بخاخات، أدوية استنشاقية معينة مثلا عادة بتكون يعني بشكل عام. المريض شرابات مثلا. لا، المريض نوعين، في ربو دائم وربو غير دائم، خلينا نقول متقطع. نعم. الربو المتقطع علاجه فقط أثناء الهجمات. يعني مريض إجاني دكتور عم تجيني هجمة بالسنة مرة، نعم، نعطيه بخاخ، تاخذ هالبخاخ أثناء الهجمة فقط. إلا إذا في شيء سبب هالهجمة نعالج السبب كمان. الباقي المستمر هو درجات. والعلاج هلا ما في شيء اسمه علاج حب للربو لهلا. نعم. في شيء عنا البخاخ. طبعا في بالأول بخاخ كورتيزوني. نعم. وفي بخاخات موسعات قصبية، وفي مشاركة بين 2 موجودين بالسوق طبعا. نعم. حسب درجة المرض عند المريض، طفل كان أو كبير، والنسبة تحسب حسب وزن المريض وطول الفترة. حكيت لك أني المريض ياخد 6 شهور دواء، تحسن ينزل الجرعة الدكتور. اجا مريض ب3 شهور يقول لي ساء وضعي، ترفع الجرعة. الحب ما عنا شيء اسمه حب لمعالجة الربو. في عنا مركبات مضادات اللوكاترين، ومركبات مضادات الاكزانتين اللي هي الاتافيلين، هدوك اللوكاس طبعا مركبات اللوكاترين. وفي عنا كورتيزون حب وشرابات. هدول كعلاج حسب موقع جينا هو موقع الربو بالعالم. ما في شيء اسمه موسع قصبي حب تعطي للمريض، ما في بالجداول. في تعطي كورتيزون بالمراحل المتقدمة، أو مريض ربو معند على العلاجات، هذا يسموه ربو مقاوم. هذا يعالج بالكورتيزون. وفي شيء اسمه في حقن وفي نعم. فموي. نعم. وفيك تعطي لمريض المرحلة الرابعة لتخلصوا من الهجمة، يعني تحولوا من الرابعة للثالثة، بحيث انه
أعطيته كورتيزون، رجعته للمرحلة الثالثة لتبلش له بالبخاخ. تمام. هل العلاج اللي عم نحكي إنه 6 شهور، يعني تحويل المريض من درجة أعلى للأدنى. أما يوم اللي تحول من الأدنى للأعلى هون بدك تزيد الجرعات. أما في شيء اسمه وقاية بالربو الجهدي اللي حكيت لك إياه. الربو الجهدي أحيانا مريض سباح نعم. بده ينزل على المسبح، نحن نعطيه حباية مضاد لوكاترين حسب عمره، من 0 ل4 سنوات 4 ملغرام طبعا. نعم. من 5 ل12 5 ملغرام، وأكثر من 12 10 ملغرام. نعم. نعطيه قبل السباحة أو قبل لعبة الرياضة، لأنه هذا جهد، نعطيه حبة. نعم. في دراسات تقول يفيد بالهجمات، وفي منهم يعطوا بختين سلبوتامول. تماما. بس دراسة اللوكاترين هي أكثر جرعة لطيفة هاي، ما وحب هذا ما يأثر على الطفل. نعم. دكتور، ضمن حديثكم أيضا السؤال اللي دائما بكل الأمراض عم نسألها، من ضمن حديثكم هلأ حكيتوا عنه، أنه هذا المرض أيضا يعتبر من الأمراض الوراثية، صح أم لا؟ 100%. لأني أولا بالأول حكيت هو الوراثة له 2 على 3. نعم. الأمراضية والسبب. يعني بده يجيك طفل، من كل 3 أطفال طفل تسأله أمي، خالتي، تمام. عمي، جدي عنده ربو أو عنده تحسس أو عنده التهاب أنف تحسسي أو عنده إكزيما بجسمه. يعني في شيء آفة، مو ضروري يكون عند الأب ربو قصبي. لا، ممكن يكون عند الأب إكزيما، معناته عنده أرضية تحسسية بالعيلة. نعم. هذا من الأمراض الوراثية اللي تنتقل نعم. إلى الأطفال. ممكن الانتقال مو مباشر، يعني مو من طفل صار عمره 6 شهور معناته صار معه ربو، ممكن يكون بسن المدرسة ب6 سنوات يصير معه ربو أطفال. حلو كثير دكتور. هلا نتيجة خبرتكم وأيضا هذا سؤال رح يكون، ما بعرف إذا في إحصائيات عالمية إنه تذكر إنه أن الأطفال العرضة أكثر لهذا المرض، أو الرقم الأكثر هو الكبار السن. يا ترى بيصيب مين أكثر شيء؟ على حسب الموجودات هلا طبعا رقم دقيق ربما ما عندي، ولكن الأطفال أكثر عرضة والأطفال أكثر قابلية للشفاء. حلو كتير. يعني الطفل، ولهيك عم نقول مو مشكلة خلي الطفل يراجع طبيب الأطفال أو طبيب الصدرية، لأني في إمكانية للشفاء. ولكن المريض الكبير إذا جته هجمة وعرف قدر يتصرف ويمشي حاله من الهجمة، ما يراجع عيادة ما في مشكلة. نعم. ولكن الطفل يجب أن يتابع. هذا الطفل في كتير أطفال عنا وعند غيرنا بالعيادات وبالمشافي طابوا ومشي حالهم وما عاد تكرر المرض عندهم. بينما الكبير في يوم تيتكرر بعد 2 ولا 3 ولا 4 تيرجع له. نعم. حابب قبل ما أختم راح أذكر للي حابب يسأل الدكتور داود بلال أحمد، أخصائي بأمراض الصدرية، وموضوعنا كان هو عن الربو القصبي. للي حدا عنده سؤال راح هلا شوف البث المباشر أيضا. طبعا راح نختم لقائنا ببعض النصائح، أو السؤال الأخير اللي كان راح يكون هو إنه يا ترى المرضى عم يتشافوا تماما، والدكتور أيضا راح يجاوب على هالأسئلة. راح شوف إذا في حدا. تفضل الأخ بنار جان عم بده يسأل، فما بعرف إذا بدك تسأل تفضل قبل ما نختم لقائنا أخي الكريم. في كان مريض أو حدا من المتابعين عم يسأل إنه معي تسرع، ربما ما بعرف هذا بيرتبط بالأمراض الصدرية ولا لا. ربما هذا عائد للطبيب القلبية، فرح نسأل السؤال هذا للدكتور لحتى أكيد. هون مساء الخير دكتور، عندي تسرع بالقلب، كيف اتجنب؟ هذا دلشاد أبو زياد عم يسأل على البث المباشر أنه كيف يتجنب حالة التسرع. هلا تسرع القلب ممكن يكون لكتير أسباب. الأمراض اللي تؤدي لتسرع القلب: أولا فقر الدم، نعم. 2 فرط نشاط الدرق، 3 أمراض قلبية. الأمراض الصدرية من النادر ما تؤدي لتسرع قلب، ولكن ممكن أدويتنا اللي نستعملها للربو، اللي البخاخات ممكن تساوي تسرع قلب. ربما. ممكن مريض إذا كسر معاوضة تنفسية عنده ممكن يصير عنده تسرع قلب. والمريض اللي يجينا الصدري بارتفاع حرارة
كل درجة حرارة ترفع نبض المريض. طبعا التسرع من اختصاص الأمراض القلبية. في حال الأمراض القلبية شاف ما في شيء قلبي، يدور على سبب غدي أو سبب فقر دم، سبب آخر للتسرع القلب. أكيد. مريضك جان رمضان عم يشكرك على جهودك واهتمامك له، في كتير سلامات أيضا جايين لك. رح نختم لقائنا ببعض النصائح الوقائية. طبعا دائما بنتقيد أو بنلتزم هي الحكمة إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا في بعض النصائح لذوي المرضى أو الأبوين، سواء كان عنده طفل عنده حالات أو ربط قصبي مثلا، لا نتجنب هذا المرض أو تأزم هالحالة هاي. طبعا أول شغلة طلب من الأب الوالد أو الوالدة عدم التدخين. نعم. عدم تدخين المرأة أثناء الحمل بالطفل، هاي أهم من التدخين بعد ما الطفل يخلق. نعم. 3 الشغلات اللي حكيناها، فرشة الصوف والأكلات المعينة وقلب البيت وغرفة الرطوبة، هدول واجبات ست البيت. أكيد. إبعاد الطفل عن مصادر الغبار، عادة البيت، الحيوانات، الشغلات هاي أهم من علاجاتنا. نعم. الشغلة الرابعة، الطفل هو بحد ذاته المواظبة على علاجه اللي أخده. طبعا بعد ما تشخص له ربو قصبي ياخد علاجه، ما أنه اليوم ما أخدت بكرة باخد. وهي مهمة الوالدة كمان والوالد بالبيت. الشغلة الأخيرة، عنا عادة هلا كتير أطفالنا أرجيلة ودخان يمكن أكتر للأسف أكتر. نعم. وكلهم ومرضى الربو يدخنوا ويأرجلوا. جالس الدخان والأرجيلة ياخد، وخاصة المريض ياخد نسبة نيكوتين ودخان أكتر من اللي يدخن. يسمى مدخن سلبي. نعم. وسلبي زائد لأنه هو مريض. بالضبط. الإنسان المدخن السلبي أنت جالس معي أنا أدخن، أنت إنسان مو مريض ممكن ما تأخذ هالكمية. صح. بينما هو أكيد صار مريض. نشكرك دكتور داود على الإجابة عن الأسئلة هاي كتير. كلمة أخيرة عندك؟ إن شاء الله قدرنا نوصل شيء. أكيد. شكرا لكم مرة تانية. بتشكركم على حضوركم الكريم بإذاعتنا وتسليط الضوء على هالمرض هذا وهالحالة هاي. لاقونا الثلاثة الجاي بطبيب آخر ومرض تاني رح نسلط فيه الضوء. بتشكركم لمتابعتكم. أيضا شكر خاص لزملائي عبر الكنترول والبث المباشر. تضلوا بخير وعليكم العافية.